بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. تشارك معكم اليوم إن شاء الله وصفة حلوة في السميوة، سهلة وسريعة وبزاف بنينة، حلوة بذوق الشوكولا وحلوة الترك والكاوكاو، هشة وبنينة بزاف وذوقها مميز، حلوة تستاهل التجربة، حلوة سهلة وبنينة تليق حتى المناسبات والأعياد والنجاحات. تابعوا معي الفيديو ان شاء الله تنال اعجابكم الحلوه تاع اليوم. ونروحوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. اذا نحتاج لهذه الوصفه 3 حبات بيض يكونوا بحراره المطبخ، نضيف عليهم رشه من الملح، ونضيف عليهم كذلك نصف كيس من السكر العادي، وملعقه صغيره من مبشور الليمون، وملعقه صغيره فاني تكون معمره مليح. ثم نخلط المكونات جيدا حتى يذوب السكر ويرجع الخليط ابيض. بعد ذلك نضيف الزيت النباتي، نضيفه كاس زيت، الكاس المستعمل هو تاع 200 مليلتر، نضيفه هكذا بالتدريج. نخلط الزيت مليح مع المكونات، ثم نضيف عليهم نصف كاس من الكاوكاو او الفول السوداني يكون محمص ومطحون متوسط، ونضيف عليهم كذلك نصف كاس من حلوة الترك او الشامية، نفتوها مليح هكذا ومن بعد نضيفوها، نديرو نصف كاس ونضيفوه. نخلط المكونات كامل مع بعضهم حتى يتجانسوا. كي نخلطوا هكذا المكونات مع بعضهم وتذوب حلوة الترك او الشامية، نبداو نضيفو في الفارينة او الدقيق الابيض. نضيفو في البداية 2 كاس من الفارينة، الفارينة تكون مغربلة مسبقا. نضيف معها كيس ونصف من خميرة الحلويات، اي ما يعادل 15 غرام. نحطو الكيس الاول ثم نحطو ملعقة صغيرة اي نصف كيس. نخلط المكونات ونضيف الكاس الثالث من الفارينة بالتدريج، والكيسان تاع الفارينة يكونوا ممسوحين، معمرين وممسوحين هكذا باش تكون المقادير مضبوطة وتخرج لكم العجينة هايلة. هاد العجينة لازم تخليوها طرية، اولا لانها عجينة بالزيت، وثانيا فيها الكاوكاو والكاوكاو يشرب، وتاني كي تخليو العجينة طرية من بعد الحلوة تيجيكم هشة وطرية، ما تيجيش ناشفة. حطيت الفارينة، حطيت الكاس الثالث كامل، يعني استعملت 3 كؤوس يكونوا ممسوحين. المقادير تيجيكم مضبوطة. في الاخر تحصلوا على عجينة تكون طرية هكذا كما راكم تشوفوا، لازم تكون بالقوام هذا باش تجيكم الحلوة ناجحة. وهذه الحلوة هايلة، تقدروا تحضروها حتى في المناسبات والافراح والنجاحات تاع ولادكم. بمجرد ما نكملوا تحضير العجينة مباشرة نحطوها في الصينية. استعملت الصينية تاع 30 على 24، غطيتها هكذا كما تشوفوا بورق الطهي. تقدروا تدهنوها بشوية زيت وترشوها غير بشوية فارينة وتحطوا العجينة. اذا نفرغوا العجينة هكذا كما تشوفوا في الصينية. شوفوا القوام تاعها طري هايل، جايه طريه ومعلكه شويه لاننا حطينا فيها حلوه الترك او الشاميه. والحلوه هذه الحلاوه تاعها تيجي معتدله لاننا حطينا غير نصف كاس من السكر، والنصف الباقي حطيناه حلوه الترك او الشاميه. الحلاوه تاعها تيجي معتدله، الذوق تاعها يجي هايل. شوفوا العجينه هايله طريه. سويوها مليح هكذا في الصينيه، بسطوها بنفس المستوى باش من بعد كي تقطعوا الحبات يجوكم كامل قد بعضاهم، كي الوسط كي الاطراف. وتقدروا تسويوها هكذا حتى بالملعقه فقط، تقدروا ما تقيسوش كامل هذه العجينه باليد. كي نكملوا مباشره ندخلوها للفرن اللي كنا سخناه مسبقا. لازم تسخنوا الفرن من قبل على 180 درجه. حطيتها على الرف الاوسط والنار تكون شاعله من الاسفل فقط، ونخليوها تطيب حوالي من 10 الى 15 دقيقه. كي تبدا تتحمر من الاطراف وتبدا تتحمر تاني من فوق شويه، طفيوا لها من الاسفل وشعلوا لها من فوق، زيدوا لها غير شويه حوالي دقيقتين او 3 تتحمر لكم من فوق، ونحيوها او خرجوها من الفرن. مده الطهي تاعها حوالي 15 دقيقه فقط، يعني تطيب بسرعه. هاي هنا الحلوه بعد ما طابت وتحمرت، جهي اللون تاعها وكما قلت لكم تطيب بسرعه. تقدروا تخليوها داخل الصينيه وتخليوها حتى تبرد شويه وتضيفوا عليها الشوكولا، وتقدروا تنحيوها من الصينيه او تخرجوها من الصينيه. انا حبيتها تبرد بسرعه على بها نحيتها من الصينيه. نزيد نروح نحضروا الشوكولا كطبقه اخيره للحلوه. استعملت شوكولا بالحليب، استعملت 250 غرام من الشوكولا البنيه، تقدروا تستعملوا 200 غرام تكفي. ذوبتها على حمام مائي. كي دابت ضفت لها 2 ملعق كبار من الزيت النباتي هكذا باش ترجع لكم خفيفه شويه.
وتاني من بعد كي تجمد كي تاكلوها تلقاوها طريه شويه. كي رجعت دافيه فرغت عليها الشوكولا، نطليوها هكذا كامل بالشوكولا، نوزعوها كامل كيف كيف، نغطيو كامل الوجه تاع الحلوه، نخبطوها شويه هكذا باش السطح تاعها يستوي هكذا ويرجع لماع. قبل ما تجمد الشوكولا زينتها بشويه من الجوز. بالنسبه للتزيين اختياري، تقدروا تستعملوا اي مكسرات عندكم. استعملت الجوز لانه يجي طري شويه يتماشى مع الشوكولا. كي نكملو نزيدو نخليو الحلوه تبرد مليح وتتجمد مليح الشوكولا ثم نقطعوها. تقدروا تخليوها في المطبخ فقط او تحطوها في الثلاجه. كي تشوفوها تجمدت شويه خرجوها، ما تخليوهاش تيبس بزاف الشوكولا باش من بعد كي تجيو تقطعوها تجيكم ساهله. واذا بردت لكم بزاف كي تخرجوها خليوها شويه، خليو الحلوه او الطبقه هذيك تاع الشوكولا حتى تدفى شويه ومن بعد قطعوها باش تجيكم ساهله وما تكسرش. انا قطعتها قطعه كبيره شويه، خرجت لي 20 قطعه. نتوما الا حبيتوا ديروا كميه كبيره ديروا قطع صغيره شويه، يعني تقدروا تخرجوا حتى 30 حبه او اكثر. كيما شفتوا طريقه التحضير تاعها سهله جدا، تحضروا حتى بالملعقه فقط، تقدروا ما تقيسوش حتى بيديكم. وصفه حلوه تحضروها دفعه واحده وتخرج لكم كميه كبيره بدون جهد ولا تعب، وحتى الطهي تاعها سريع وتجيكم هايله، من اسهل الحلويات اللي ممكن تحضروها. وهاي النتيجه النهائيه تاع الحلوه تاع اليوم، حلوه السنيوه. ذوق حلوه الترك والشوكولا هايله، خفيفه وبنينه، الذوق تاعها رائع مميز، خفيفه وهشه هايله وفيها عده اذواق. وحلوه الترك مع الشوكولا والمكسرات تمد واحد الذوق رائع للحلوه. حلوه سهله وبنينه، تحضروها للمناسبات للاعياد للنجاحات. وصفه هايله تستاهل التجربه. تقدموها مع العصائر او الشاي والقهوه. نقطع حبه معاكم، شوفوا شحال هايله من داخل، خفيفه هشه وبزاف بنينه، الذوق تاعها رائع، فيها عده اذواق. تقدروا تحضروها كحلوه يوميه او للمناسبات والافراح والنجاحات. وفي الاخير ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لها جام وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.